الفرق بين فاستن وابستينن في الصيام. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم. النهارده هنتكلم عن فرق مهم بين كلمتين ممكن ناس كتير تخلط بينهم لما بيتكلموا عن الصيام بالانجليزي، كلمة فاستن وكلمة ابستينن. يلا نشوف الفرق بينهم. أول كلمة معانا هي كلمة فاستن. لما نقول I'm fasting ده معناه إن أنا ممتنع عن الصيام ممتنع عن الأكل والشرب لفترة معينة، وغالبا بيكون الصيام المعروف زي صيام رمضان أو ممكن يكون الصيام الطبي قبل التحاليل. مثال Muslims fast during Ramadan from dawn to sunset، يعني المسلمين بيصوموا في رمضان من الفجر للمغرب. نيجي بقى لكلمة abstaining. abstaining معناها الامتناع عن حاجة معينة. اوكي، مش شرط يكون أكل وشرب، ومش شرط يكون مرتبط بوقت معين أو وقت محدد. يعني لو حد قال I'm abstaining from sugar ده معناه إنه ممتنع عن السكر بس، لكن ممكن ياكل حاجة تانية عادي خالص جدا، مفيش مشكلة. Some people abstain from drinking coffee، يعني بعض الناس ممكن تمتنع. يبقى الفرق الأساسي بين fasting بيكون عن الأكل والشرب كليا، أما abstain فهو امتناع عن حاجة معينة بس لفترة ممكن ما تكونش محددة. دلوقتي لو حد سألك وقال لك are you fasting، واحد تاني سألك وقال لك are you abstaining from something، تعرف تفرق بينهم. لو عجبك الفيديو اكتب لي في الكومنت، متنساش تعمل لايك وشير، واشوفكم فيديو جديد. رمضان كريم.